اعتداء بالعنف الشديد تعرضت له مراسلة قناة نسمة بصفاق الزهور الحبيب والمصور التلفزي رشاد الزويرية خلال تغطيتهما للإضراب العام بجزيرة قرقنة. اعتداء على إثر محاولة منحهم بالتصوير تسبب في كسر أنف المصور التلفزي وإصابة متوسطة الخطورة على مستوى يد الصحفية زهور. وللإشارة فإنه الاعتداء هذا يجي في سياق اعتداءات متكررة على صحفي ومصوري القناة. هذا وعرفت جزيرة قرقنة اليوم إضراب عام يشمل كل القطاعات وحظى بدعم هام من البحارة والتجار وأصحاب المحلات ومكونات المجتمع المدني. إضراب نسبة نجاحه 100%. نسبة منخرطينة بالطبيعة هي المحددة بالنسبة لنا، ولكن النجاح معناها والمساندة اللي صارت من التجار وأصحاب المحلات وخيالنا البحارة إلى ذلك أربك معناها السلطة وباش يخلينا معناها نواصلوا في انتهاج معناها أشكال نضالية متعددة لتحقيق سلة المطالب اللي رافعينها. اليوم متواجدين في قرقنة للدعم فعلا، لان هذا المهمه اللي من اجلها نحن متواجدين في قرقنة، وسنواصل للدفاع على التنميه بجزيره قرقنة. للاسف الشديد انه هناك بعض المداخلات اللي قاعده تصير انه هناك تفاوض الى حد اليوم اليوم الثلاث ومعنا حتى اي اتصال للتفاوض، ولهذا يجب ان نتحرى في المسائل. إضراب يأتي في سياق المطالبة بالتنمية والتشغيل في الجزيرة وإمضاء الاتفاقيات اللي تراجعت عليها الحكومة على حد تعبير ممثلي اتحاد الشغل بالجزيرة. الإضراب هو باختصار يأتي في إطار الدفاع عن استحقاقات الجزيرة في التنمية والتشغيل، وخاصة بعد التهميش لمدة عقود. آن الأوان لإيجاد بعض الحلول. مع الأسف عدة محاولات قمنا بها مع اتحاد معطلين أصحاب الشهادة العليا، ولكن في العديد من المرات الحكومة تتراجع. هذا أكد المضربين اليوم على أن الجزيرة مستعدة لخوض كل أساليب النضال المتاحة لتحقيق مطالبهم.